سعود عبد القادر من مدرسة كامبوني الثانوية. بشكر المدير جيمس جوزيف على الحليم اللي سوى لنا وعلى أي حاجة قدمها علينا، بشكره شديد. والأب مارتن شكرا جزيلا لكم. والامتحانات كانت يعني الحمد لله في منها الصعب وفي منها السهل، فحاولنا يعني قدر الإمكان وربنا يعني يوفقنا وإن شاء الله من الموفقين من الناشئين بإذن الله تعالى. وبشكر وزارة التربية والتعليم. الأمهات ما قصروا معانا في يوم من الأيام، وشكرا لكل أستاذ تعب عشاننا وإن شاء الله نجيب أعلى الدرجات نحن وباقي الطلاب كلنا إن شاء الله. الامتحان والله الحمد لله سهل وما فيه حاجة صعبة، وأشكر أي أستاذ وقف معانا والله بجد في السنوات الماضية كلها، والحمد لله يعني ما في خير. والله المواد يعني ما كلها صعبة، فيها سهل وفيها صعب، كان داير جهد شديد يعني اجتهاد شديد، والحمد لله مرة. والإنجليزي ده يعني هدية للامتحانات كلها، الحمد لله مرة بالكلام. في البدء نحيي قناة SR على هذا الجهد المقدر، ونقول لهم ألف شكر، كما نشكر ولاية البحر الأحمر على هذا المجهود المقدر الذي بذلته، وهي تسعى لتطمين أبنائها في امتحان الشهادة السودانية وإخراجه بأبهى الصور. أنا أمجد عباس البشير، مدارس رواد المعالي فرع بورسودان. لكل المتفوقين والممتحنين بتمنى لهم التفوق والنجاح، ربنا يوفقهم، لأنه حصاد سنين كلها زي ما بيقولوا منا الأساس الروضة الثانوي. والامتحانات يعني أغلبيتها جات صعبة يعني حقيقة كده، لأنه جات بطريقة غير مباشرة، الناس ما كانت متوقعة بالطريقة دي وجات تفاجأت. لكن الحمد لله زي ما بقول اشتغلنا. وامتحان الإنجليزي الليلة عموما امتحان بسيط وسمح وسهل جدا جدا، بس الصعوبة كان في امتحان الإسلامية وامتحان الكيمياء. ما قصروا معهم المعلمين والمعلمات، وأيضا برضو بنشكر رواتنا المسلحة الحافظين لنا الأمن والشرطة. في أمان الله إن شاء الله يكونوا من المتفوقين ومن الناجحين يا رب. والله طبعا اوجه شكري لامي وابوي اول ناس، اكثر ناس اجتهدوا معي واكثر ناس وقفوا معي الحمد لله، لهم كل الشكر والتقدير. وكمان المدرسه اوجه شكري للاستاذ مديرنا الفاضل الاستاذ امجد عباس، ما قصر معانا والله. نشكر المدير جيمس جوزيف على انه امتحنا ووظف لنا الحاجات دي، وشكرا كثير لقوات الشعب المسلحه. اليوم طبعا يعني ختام لامتحانات الشهاده السودانيه لبناتنا وابنائنا الممتحنين، وزي ما شايفين انه ما شاء الله الشباب كلهم طلعوا مبتهجين وفرحانين، يعني نتمنى لهم التوفيق والسداد في حياتهم الجامعية. وسط تفاعل كبير يسود الممتحنين والممتحنات، كانت مادة اللغة الإنجليزية مسك الختام لهذا اليوم من مدينة بورت سودان، واستغنى لهذه الامتحانات في البداية وفي الختام. أعطي التحية قناة SR الفضائية من بورت سودان، عمار علي عثمان. قناة SR الفضائية معك في كل مكان.